السلام عليكم، مرحبا بكم في حديقتي وحبيباتي متابعي قناتي الوفيات. كيفكم؟ كيف حالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. الفيديو اليوم او الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون هي عباره عن بسبوسه يعني بالمندرين. هاد البسبوسه كتجي رائعه جدا جدا، وكتكون المكونات ديالها متوفره عندك في البيت. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الاول الى الاخير لكي لا تفوتكم اي فكره، وكذلك طريقه لنجاح الوصفه. وندوزو ان شاء الله المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير نبداو على بركه الله. هنا كنحتاج 150 غرام ديال الدقيق ما كيعادل كاس ونص ديال العنبه. هنا غناخدو 160 غرام ديال سنيده، يعني سكر سنيده او سكر حبيبات ما كيعادل كاس ديال العنبه. هنا 150 ملل ديال الزيت ما كيعادل كذلك كاس ديال العنبه. عندنا 180 غرام ديال السكر عفوا عن سميد الرقيق ديال الحلويات. خدينا هنايا 180، يعني عبرناها بكاس ديال العنبه عطاتنا كاس ونص ديال العنبه. هنا 3 الخمارات او بيكين باودر يعني ما كيعادل 21 غرام. عندنا 3 البيضات، وهنا خدينا 3 المندرينات او يعني اللي قطعناهم وحيدنا ليه غسلناهم مزيان وقطعناهم وزولنا ليهم العظم، وكذلك ديك يعني القشره البيضاء اللي كتكون داخل. هنا كناخذوا مولينكس او اللي متوفر عندك، كنديروا فيه البيض، كنديروا فيه الزيت، كنديروا السكر حبيبات، وكنديروا دوك 3 لي مندارين اللي قطعناهم وغسلناهم مزيان. غنديرهم في مولينكس وغادي نطحنوهم مزيان. هنا من بعد ما كنطحنوهم كنحصلوا على واحد الخليط بحال هذا الشكل هذا، بحكم ان درنا دوك لي مندارين كيعطيهم واحد الختوريه وهذا واحد المذاق كيجي فيهم رائع جدا. هنا من بعد كنضيفوا الدقيق وتنحاولوا نخلطوا الخليط اما بملعقه او اللي متوفر عندك، ممكن انك تستعمليه حتى في تخلط حتى اليد. من بعد كنضيفوا ديك السميده اللي قلنا 180 غرام ما كيعادل كاس ونص ديال العنبه. غادي نخلطوا مزيان، وكتبقى الخميره هي اخر حاجه. خميره ممكن انك تكتفي غير بجوج خميرات، وممكن انك ديري 3 الخميرات. نخلطوا الخليط من بعد ما كيتجانس كنضيفوا دوك البيكون باودر او 3 الخميرات ما كيعادل 21 غرام. ممكن انك ديري غير جوج خميرات، ممكن انك ديري 3. هنا كنخلطوا الخليط، ما كنحاولوش نخلطوه بزاف، غير مجرد اننا كيتجانس ديك الخميره مع الخليط ديال العجين. وكناخذوا واحد المول دائري او اللي متوفر عندك. هنا دهنته بالزبده وغبرته بالسميده الرقيقه ودخلته الثلاجه تقريبا مده واحد 20 دقيقه، يعني درتو في الفريغو في الكونجيلاتور ماشي في الثلاجه لتحت. ومن بعد كنجبدو وكنصب فيه الخليط. من بعد ما كنصب الخليط كنحاول انني نقادو وغندخلو يطيب على درجه الحراره 180 درجه بالنسبه للفران ديال يعني الفرفاره او الفران ديال المروحه. بالنسبه اللي عندها فران ديال الغاز كتشعل الفران مزيان حتى كيسخن. من بعد كتنقص العافيه وكتدخل البسبوسه ديالتها حتى كطيب من التحت، ومن بعد كتهبطها تكمل الطياب ديالها من الفوق. ولا عندها الفران العادي ديال الضو تشعل عليها من الفوق ومن التحت وتخليها طيب. بالنسبه للكريمه هنا خدينا جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال عصير ديال المندرين او عصير الليمون، كيبقى لك على حسب الاختيار. ما كيعادل يعني بالنسبه لهذا ما كيعادل 375 غرام ديال العصير. هنا خدينا كاس لاروب ديال السنيده ما كيعادل 110 غرام. وخدينا جوج معالق ديال مايزينا ما كيعادل 80 غرام ديال المايزينا او دقيق الذره. خلطنا الخليط مزيان حتى كيتجانس مع بعضياتو، ولا حسيتو انه فيه الحبيبات ممكن انك تصفيه. هنا غادي نوضعو فوق النار ونخليه، يعني نديرو فوق النار ونبقى نحرك، يعني ما نبقى نحرك ما نوقفش على التحريك حتى يختار ليا الخليط، حتى نحصلوا على خليط خاتر بهذا الشكل هذا او كريمه خاتره بهذا الشكل هذا. نحيدهم فوق النار ونخليوه يبرد شويه.
هنا من بعد ما طابت البسبوسه هنا حطيناها تبرد. غادي نقلبوها واحد الشبيكه حتى كتبرد، ومن بعد غادي نحطوها فوق المول اللي غادي نقدموا فيه حتى تبرد. عاد نحطوها فوق المول. من بعد خديت هنايا كاس ديال عصير الليمون، تقريبا 2 معالق عصير المندرين او الليمون، وخديت مع 2 معالق ديال السنيده وحطيته فوق النار مده ديال 10 دقائق، وحصلت على واحد السيرو هو اللي غادي نسقي به انا البسبوسه. من بعد ما غادي نسقي البسبوسه يعني نسقيها كليا بداك الكاس كله ديال الليمون باش ما تجينيش ناشفه من الداخل. كيف كتعرفوا ان السميده كتكون شويه يعني كتشرب، تنسقيها مزيان، ومن بعد كنجيب ديك الكريمه وكنصبها عليها من الفوق. كنخوي عليها الكريمه من الفوق وكنحاول انني نوزعها ونديرها حتى في الجوانب بملعقه او اللي متوفر عندك او سكين. هنا انايا بالنسبه نسيت واحد الفكره، بالنسبه ملي كتكون البسبوسه بارده دائما كنسقيوها يعني بالسيرو يكون سخون، او العكس الا كان السيرو بارد تكون البسبوسه سخونه. هنا من بعد ما كنوزعوا ديك الكريمه وكنحاولوا نهبطوها حتى من الجوانب ونقادوها مزيان. بالنسبه للكريمه اللي كتهبط لك من السير حاولي انك تزوليها يعني تفينيها من الجوانب. هنا خديت دانيت، يعني هنايا دانيت شوكولا عمرته في بلاستيكه او في جيب حلواني يعني ديال البلاستيك. قطعت لي الراس، ممكن انك تاخدي يعني تستعملي غير بلاستيكه وتعمري فيها الخليط ديال دانيت شوكولا. وندير واحد الخطوط من الفوق، نحاول ندير واحد الخطوط من الفوق بهذا الشكل كيف كتشوفوا في يعني في الفيديو. هنا من بعد ما استعملت دوك الخيوط غناخدو يعني عود ديال السنان او كيردون او عود الاسنان، وغادي نستعملو غادي ندير بحال هاد الطريقه، نجر الخليط بحال هاد الطريقه هادي على شكل ملفاي. هنا بالنسبه للجوانب غنقادوهم يعني نحاولوا اننا نفينيهم، وناخذ شويه ديال الكوك وكيبقى العدد اللي متوفر عندك وغندوزو من الجوانب على هذا الشكل هذا. كيف كتعرفوا ان الكوك كيتماشى مع الليمون او كيتماشى مع مذاق الليمون. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الدوره كامله، وهنا كيبقى لك على الحساب اللي متوفر عندك في البيت. من بعد ما كنكملوا غندوزو ان شاء الله للشكل النهائي ديالها. هنا من بعد ما سالينا البسبوسه ديالنا في يعني في الديكور ديالها، كان هذا هو شكلها النهائي. كنتمنى ان هذه وصفه تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انني ارضي جميع اذواق متتبعي القناه ديالي الوفيات اللي دائما مسانديني ودائما متابعيني ومفرحيني بلي كومونتير ديالهم وكذلك بالتشجيعات ديالهم، لان بالفضل ديالكم انا مستمره. لان دائما ملي كنكون شوف يعني كنشوف تشجيعات وكذلك كنشوف من الناس انهم مسانديني، دائما الانسان كتعطيه واحد الطاقه ايجابيه انه يستمر في القناه. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو من الاول الى الاخير، وكذلك يعني لكي لا تفوتكم اي فكره.
وكنتمنى ان هذه الوصفه تجربوها وتردوا عليا. واللي اول زياره له القناه كنتمنى انه ما يبخلش علينا بلي جيم كذلك وبلي كومونتير وكذلك لي بارطاج مع الاصدقاء ديالو، كذلك يضغط على زر الاشتراك ابوني وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم دائما جديد نجاة لاغورمون. وان شاء الله يعني دائما غادي نحاول انني نبحث لكم على الجديد ونحط لكم الجديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله والى فيديو جديد ووصفة جديدة مع نجاة.